هلا والله بأحلى متابعين. النهاردة هتشوفوا في الفيديو حاجات غريبة، حاجات صورتها الكاميرات بالصدفة، زي اللي جاي صالح صاحبته وجاب صاحبه يعزف وراه صوته زي الحمار المدبوح، ولا الواد ده اللي هيعمل مقلب في أبوه يا نهار أبيض، ولا القرية اللي هتتجوز حرفيا كلها النهارده. اقول لك ايه ولا ايه؟ اتفرج للاخر هتفطس من الضحك. انا ابراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا. تخيلوا معايا كده، القط ده قال ايه للقط التاني خلاه يتخض بالمنظر ده؟ اطلقوا العنان لخيالكم واكتبوا لي في الكومنتات ممكن يكون قال له ايه، واللي تعليقه هيطلع احلى هثبت تعليقه. بعيدا ان الكلب عادي ممكن ينام وهو واقف كده عادي، بس الغريب فعلا الكلب ده شكله غريب كده ليه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفيديو اللي بعده. ارنوبي خد كل ده يا عم مش واكل يا ابني، خد يا عم، قلت لك مش هطفح يا عم، كل بس اسمع مني يا عم. مش هاكل، انت راجل غلس كده ليه؟ الله، ابو ام الانسان على الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مش آلات شغالة، ده فيلم رعب. ايه المنظر ده؟ اعوذ بالله. لحظة واحدة يا جماعة نفهم، هو عمل كده ازاي؟ لا 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 لا، حد عنده تفسير للحوار ده؟ أمه ما بتحبش أي حد يعمل صوت وهو بيشرب شوربة، وهو برضه مصمم يغيظها. شوفوا عملت فيه إيه. Madre, que haga bien. Ya me tienes harta, Ismael. Eso haces siempre cuando hay gente, ¿no es cierto? دي أغرب حاجة شفتها بجد. شوفوا لما لمس البورس ده اتخشب ازاي. دي طريقة دفاع عنده علشان يقدر يهرب من أعدائه. سبحان الله، فعلا طريقة غريبة. اللي عمل الفيديو ده مطلوب حيا أو ميتا. حسين ولك عدال غرق يطلع عليك. نايم ولك قومك السحور ولك عدال غرق. يا ابني والله حرام عليك اللي بتعمله في اخوك ده. يا عيني الشاب ده كان فاكر ان هو بيغرق. الله عليك. لا لا لا، ما تاخدوش في بالكم، دي قطة بتعمل تدليك للكلب زي ما انتوا، والله ما حد متحرك. انا هروح للفيديو اللي بعده. هو ده فعلا الغدر الحقيقي اللي بيجي من اقرب ناس. حد يعرف ايه الحيوان اللي مخزن الاكل ده كله، وايه نوع الحبوب اللي هو مخزنه كمان؟ اكتبوا لي في الكومنتات. Jo. Da hinten in der Ecke, da hinten in der Ecke. Ja. ودي خناقة بين السمكتين دول ملناش دعوة بيهم. Shakira, 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 ¿eres tú? Wow. Oh, babushki. Hands off. يا عيني صحابه ما سموش عليه وفضحوه. الشاب ده عنده فوبيا من الأماكن العالية، ويا عيني من الخوف رجله بترتعش.
ايه يا حبيبي يا ابني، طلع الدهان اللي حاطه في وشي ده ما بيروحش بالميه، شكلك هتقعد باللون ده مدى حياتك. شباب هذا اقول لك هذا ما هي مساحات. ها ضبط. فعلا زي ما بيقولوا كل راجل جواه أنثى عظيمة بتظهر في الوقت المناسب. الواد صرخ صرخة الله أعلم مطلعها منين. القبيلة دي أول مرة في حياتها تدوق الإسبرايت، بس من منظرهم كده شكل المنتج ده عجبهم جدا. دي مسابقة في الهند، كل ما يشيل أتقل ويقف بيه بكل سهولة كده يبقى الجمل ده هو الكسبان. أول ما تشوف الماعز الجبلي كأنهم بيتحدوا قوانين الفيزياء بالظبط، الجاذبية معدومة بالنسبة لهم. عمرك رميت حجر على المية وشفته بينط كذا مرة؟ السر بيكون في السرعة والزاوية واللفة اللي بتديها له. الله اكبر، شايفين كف النمر ده قد ايه؟ ده قد وش الراجل بالظبط، ده لو اتلسع كف منه هيجيله ارتجاج في المخ. وانا مالي يابا، انا اخري اربي قطط بس. يا عيني، ده محدش لحق يصوره، القطر عدى بسرعة البرق. تخيل قطر طوله أكتر من 7 كيلو متر. بصراحة المنظر غريب من الهليكوبتر، بيخلي القطر شكله ما بيخلصش، والقطر ده بيستخدموه في التعدين ونقل البضائع في استراليا. سبحان الله على لون التربة ده، غريب جدا. المكان ده في إيران ويعتبر من أجمل الأماكن هناك. في بطولة BMW شامبيونشيب، في لقطة غريبة خطفت الأضواء، اللاعب تومي فليت كسب المباراة بحركة هتندهشوا منها جدا. الكورة كانت ماشية تسديدة طويلة وجات عند الحفرة ووقفت، وسبحان الله وفي لحظة ربنا كرمه بدبانة وقفت عليها فنزلت الكورة في الحفرة وكسب المباراة. عايز أقول لكم إن الحركة دي رفعته للخامس وجابت له جوائز بملايين. Oh no. ده فعلا بقى الصاحب الندل، شوفوا انتهز الفرصة ازاي.
تخيل شجرة عمرها مئات السنين بالنسبة لها 33 سنة يعدوا كأنهم لحظة. كل حلقة في جذعها بتحكي عن مطر وجفاف وفصول مختلفة. حياتنا كلها ممكن تبقى مجرد خط صغير في ذاكرتها الخشبية. يا لهو على المنظر. تخيل علبة مليانة سلوك متلخبطة شكلها كابوس لأي حد بيكره الكركبة، لكن اللي في الفيديو بدأ يفكها بهدوء ويجمع كل نوع مع بعض ويرتبهم صفوف وألوان كأنها لوحة. في كوكب اليابان حتى التفاصيل الصغيرة زي استخدام السلالم ليها نظام. الموضوع مش بس كفاءة، ده احترام للغير والتزام جماعي بالنظام. Yes! What are you doing? What is this man doing? And they're talking back to him. Why are you recording me? What are you doing? يا حلاوة، أنا كنت مفكر السلاحف نباتيين طلعوا بياكلوا الحشرات عادي. لا لا لا، ده يا عيني ده ما لحقتش تتهنى بالوجبة. معلش بقى، الفيديو اللي بعده. تخيل كده تبقى قاعد في بيتك وفي امان الله تلاقي باب البيت بيتفتح عليك لوحده. يا ترى مين اللي جاي؟ تلاقي دول فاتحين عليك الباب واكنهم بيقولوا لك انتوا مش هتاكلونا ولا ايه؟ احنا جعانين. هي دي بقى الفرخة المتبطبطة. الفرخة دي اتربت مع البط من ساعة ما طلعت من البيضة لدرجة انها نسيت انها فرخة. يا قلبك يا جدع، انا من رأيي ان انت تاخد بعضك وتجري. ايه ده داخل عليه عادي. لا 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 لا، ده طلعوا صحاب. مش عايزكم تنصدموا زيي. الكوم اللي مرمي في الارض ده عامل زي القماش اللي متقطع، طلع كلب في الاخر واسمه الكلب البولي المجري. الكلب ده من المجر وكانوا بيستخدموه زمان في رعي الاغنام. وسبحان الله الخصل الطويلة دي بتحميه من البرد وكمان المفترسين علشان شكله غريب زي ما انتوا شايفين. 这边那边他们有一个人已经掉下去了，我操！这是给它捞起来的吗？好，我要搬走。还好，赶紧，罗娟你那个。ده مش حصان عربي اصيل، ده حصان عنده شلل في رجليه. شركة سوني عملت روبوت جراحي قادر يعمل عمليات دقيقة جدا لدرجة انه خيط حباية ذرة. الروبوت بيتحكم فيه الجراح عن بعد، والروبوت ده متزود بكاميرا 4K. بصراحة شركة سوني بتعمل ابداع. يا عيني على الفرخة الغلبانة دي، سابت العشة بتاعتها وجاية ترقد على كرة البلياردو. يا عيني دي مفكراها بيضة. لازم في كل شلة صحاب تلاقي واحد غبي زي كده، بدل ما يرمي طرف الحبل علشان بعد كده يشدهم ويطلعهم، رمى الحبل كله في الحفرة. يا حبايبي يا ترى مين هيطلعكوا بعد كده؟ المفروض السمكة دي أول ما بتطلع من المية بتعمل بالونة كده فيها هوا، بس شكل بطن السمكة دي مخرومة ولا إيه؟ هي السمكة دي عاملة تكميم للمعدة بتاعتها ولا شايلة معدتها خالص ولا إيه؟ إيه المنظر ده؟
لما تلاقي قطة زي كده داخل عليك الجيم وتشغل آلة الجري دي بكل سهولة كده عادي، اعرف ان دي مش قطة عادية، ده اكيد جن، فلازم تهرب على طول من المكان. عربية الرولز رويس فانتوم معروفة بالفخامة والدقة، ومن أجمد تفاصيلها إن شعارها في نص الجنط بيفضل واقف بالشكل ده حتى وهي ماشية. سبحان الله، فعلا العنكبوت عنده هيكل خارجي صلب بيحميه ويدي لجسمه شكل، مش زي جلدنا ولا عنده عظم داخلي. ولما بيكبر لازم يغير الهيكل ده في عملية اسمها الانسلاخ، بيشيل الغلاف القديم ويطلع بواحد أكبر علشان يقدر ينمو. مشهد مبهر من قدرة الله في خلقه. Vai. Meu Deus! Agora pra cá, Totó, pra cá. يا نهار ابيض، ده هيغرق. طب بدل ما بتعرفش تعوم، ايه اللي نزلك الميه؟ عمركم شفتوا حلزون وهو بياكل؟ زي ما انتوا شايفين الحلزون بياكل الفطر او المشروم، وده جزء طبيعي من اكله على فكرة. وعايز اقول لكم ان الحلزون مش بس بياكل المشروم، ده كمان بياكل ورق الشجر والفاكهة او الطحالب، يعني من الاخر اللي بيلاقيه في وشه بياكله. عمرك سألت نفسك ايه اللي بيخلي سواقة الفورمولا مش مجرد دركسيون؟ السواقة دي فيها قوة ضغط رهيبة على الرقبة، لدرجة ان السواق بيتحمل وزن يعادل 45 كيلو على رقبته في كل لفة تقريبا. بصراحة حاجة مستحيلة لأي حد عادي. بقول لك ايه، ما تجيب بوسه يا كابتن. ايه ده، مش عايز؟ انت الخسران. سلاموز. صاحبه اقنعه انه يروح يصالح صاحبته وهو هيعمل لهم موسيقى علشان ترضى عليه. انا عايزكم تنصدموا معايا علشان انا مش هتصدم لوحدي. بتقول له خلاص انا سامحتك، بس خلي الحمار المدبوح اللي ورايا ده يبطل بقى. وده جزاء اللي يخبي حاجة على مراته حاطة شكارة قمح علشان تطحنها وتحولها دي. هو ربنا كرمه بفلوس، حطهم في شكارة القمح من غير مراته تعرف، ومراته خدت شكارة القمح تطحنها من غير ما هو يعرف. ودي كانت النتيجة، اكتر من 200,000 جنيه انطحنوا زي ما انتم شايفين كده. ودي بتقول لك يا حبيبي ما تخبيش حاجة على مراتك تاني. سايبك بتتفرج براحتك، وشكلك كده لسه ما عملتش لايك للفيديو. اعمل لايك بسرعة، ولو ما اشتركتش اشترك بسرعة يلا. شوفوا الشاب ده بيصطاد الحمام ازاي بكل سهولة. لو فضل بالمنظر ده هيخلص على الحمام بتاع المنطقة كله. يا ربي ايه ده؟
تخيل انك تشوف كرة جولف تتشقلب 3 مرات فوق المية وتدخل الجول على طول. ده اللي عمله جون رام في بطولة سنة 2020. عايز اقول لكم ان ده مش حظ، دي عبقرية في التوقيت والدقة والتحكم. اكيد في الاول عينك زغللت زيي وفكرتها في السماء. عايز اقول لكم ان ده كوبري وطوله 24 كيلو متر وبيعدي كمان فوق البحر وبيربط بين شنزين وجونج شان في الصين. الكوبري ده كسر 10 ارقام قياسية عالمية، وفيه اطول نفق بحري من الخرسانة والصلب، وكمان اول انذار حرائق تحت المية. حد يقول لي المطعم فين بالظبط علشان ما اروحوش؟ اكيد اسم المطعم ده مطعم نوح لخروج الروح. اللي يقول لك مفيش صداقة بين الحيوانات وبعض ابقى ابعت له الفيديو ده. الضفدع اكنه راكب عربية جيب بالظبط. وده اخرة لما تجوع القط بتاعك، بيبقى مسعور بالمنظر ده. يا جماعة أنا عايز قطة زي دي بالظبط، صاحبتها اتقفل عليها الباب وهي واقفة بره مش عارفة تخش. شوفوا القطة الذكية دي لما ندهت عليها عملت إيه. الشخص اللي وصل لهم الطرد ده عمل فيهم مقلب عمرهم ما هينسوه. يا ترى مين هيفتح لهم الباب دلوقتي؟ عارفين لما البحر بالليل بينور كأنه مليان نجوم؟ وكل ده بسبب كائنات صغيرة بتلمع باللون الأزرق والأخضر، وبتظهر لما الموج يحركها أو الناس تحط إيديها في المية. سبحان الله، تحس إن البحر عامل فرح. يا حبيبي ده انت خلاص كنت هتطلع. يلا بقى حظ اوفر في المرة القادمة. تخيل كده تسافر اوروبا علشان تعيش في الروقان وراحة البال، ويطلع لك الطائر ده يعكنن عليك عيشتك. شرفك مو قاعدة من الصباح يا هاي 3 ايام. هذا 3 ايام اخر اكسال مو خل منهم خشك الصباح. يلا تفضل. ما عطلت آله هيلاني. عبالة دريل ديوا بدون الجواز. احييكم فعلا على الاختراع اللي يجيب تخلف عقلي. ما تفهمش الدش ده نازل منين بالظبط. في البطولة دي لحظة غير متوقعة خطفت القلوب. الكلب ده شاف صاحبه واقع على الأرض فجري على طول وسط الماتش علشان يطمن عليه. المنظر كان مليان حب ووفاء، والجمهور كله اتأثر باللحظة الجميلة دي. فعلا الكلاب ما بتحتاجش كلام علشان تعبر عن حبها، بصراحة أفعالهم بتقول كل حاجة. من أروع المناظر اللي ممكن تشوفها في السماء، الآلاف من طيور الزرزور بتتجمع مع بعض وبيتحركوا مع بعض بأشكال غريبة. الكل بيطير في وقت واحد من غير قائد. الحركة دي بيعملوها علشان بتحميهم من الطيور المفترسة. مشهد فعلا بيوريك عظمة خلق الله.
وده صاحبك النحس لما يحب ياخد صورة بيعمل كوارث. معلش هو فعلا كب عليك العصير بس استحمله شوية. يا نهار ابيض، لا ده كده كتير، اطرده من جنبك. Hello. I need directions here. Yes. Calderas, is it this way? This way? Oh, that way. Okay. Thank you very much. معظم انواع السمك ما يقدروش يعيشوا بره الميه غير دقايق لحد ساعه، علشان الخياشيم من غير ميه بتقف وما يعرفوش يتنفسوا. لكن في سمك غريب زي سمكه الطين تقدر تعيش ايام بره الميه لو جسمها رطب. وكل ده من عجائب خلق ربنا سبحانه وتعالى. What's up? شوية أطفال بيلعبوا في التلج وبيرموا على الأتوبيس وهو معدي. السواق بدل ما يزعل وقف الأتوبيس ونزل يلعب معاهم، بدأ يرمي عليهم التلج وهو مبتسم. في لحظة الدنيا كلها قلبت ضحك ولعب. موقف جميل من صاحب الأتوبيس بصراحة. هو ده السمك ولا بلاش؟ السمكة دي شغالة بلقمتها في المطعم ده، بيرموا لها الأكل وهي بعد كده بتنظف الإزاز مجانا. لو عايزين تشوفوا طريقة جديدة للشحاتة اتفرج بنفسك وشوف. يا نهار ابيض على التمثيل، الواد ده ياخد جايزة اوسكار على اللي بيعمله فعلا. He's staring at my shirt. She thinks there's a dog in my shirt. الظاهرة الجميلة اللي قدامكم دي اسمها ألوان السحاب المتقزح. بتحصل لما أشعة الشمس أو القمر تتكسر على قطرات مية صغيرة جدا أو كريستالات الجليد اللي بتبقى جوه السحاب، وسبحان الله بيطلع في الآخر بالشكل والألوان الجميلة دي. تحس ان الشجرة بتقول لهم انتوا خدتوا خشب كتير، كفاية عليكم بقى كده، ارجع مكان انا بقى. شبيك من الصبح. يلا ولي منا. في المجر في طريق سريع بيحول صوت الكاوتش لموسيقى. الطريق ده على خط 67 معمول فيه شقوق خاصة، ولو ماشي بالسرعة الصح هتسمع لحن أغنية اسمها 67 إيش أوت لفرقة اسمها ريبابليك. فكرة عبقرية فعلا. سبحان الله، ربنا جعل الكائنات دي يبقى عندها القدرة تتحكم في المية بالشكل ده. بتقدر تتحرك بقطرات المية اللي فوق الورقة دي عادي جدا. سبحان الله، مين علمها الإبداع ده غير ربنا سبحانه وتعالى. ده آخرة جواز القرايب، بتبقى دي النتيجة. بالصلاة على النبي مفيش واحد فيهم عينه سليمة. ايه الحول ده؟ عايز اقول لكم ان المنظر اللي قدامكم ده ما يبشرش بالخير، علشان زيادة اناديل البحر اشارة ان صحة المحيطات في خطر، والموضوع مرتبط بارتفاع حرارة المية بسبب التغير المناخي والصيد الجائر اللي قلل اعدائهم الطبيعيين زي السلاحف والسمك.
开始摘大西瓜了。鼓掌。上棒。好。Lo que yo vine fue a esto. متهيألي إن أهل القرية كلهم بيتجوزوا النهاردة. إيه كمية العرايس دي؟ شاحنينهم في العربيات الكار ورايحين فين؟ والله زفة جامدة. إيه الجمدان ده؟ سيبك من الحركة اللي عملتها الست دي، بتحصل في أحسن العائلات. أنا اللي عجبني قوي رد فعل الراجل اللي بيبص عليها. الراجل حصل له ايرور في دماغه، ما بقاش فاهم إيه اللي بيحصل. صاحبه بيقول له ارفع السمك فوق علشان اصورك. يا حلاوة، يا ريتك ما رفعت السمك. السمك كله خلع. That's hysterical. No. I busted the fuck out of it, bro. Did you? Yeah. Turn it up. Stupid. Turn it up. Let me see. Turn it up. Oh no. It ain't turning off. Oh, you fucked. انا اعرف القرود ممكن تسرق اكل، ممكن تسرق شنطتك علشان برضو تدور على اكل، لكن تخطف كلب صغير وتجري بيه فوق الشجر؟ لا، اللي بيحصل ده خيال علمي. طبعا كلها ال 24 ساعة بس. وما شاء الله هذا جمع طيب. اللهم لك الحمد. بجد الشاب ده كسب ثواب في الكلاب الغلبانة دي. فتح لهم الباب ده وهربهم. الله أعلم كانوا رايحين مكان كويس ولا كانوا هيبقوا سندوتشات شاورما. يا نهار ابيض، ده انت مراتك هتنفخك. حضر شنطتك، شكلك كده هتنام عند امك النهارده. تصدق بالله انت بني ادم غلس، ابو ام الانسان على الصبح. شقلاي شق ازاي El blindaje es pinchazo. Como podemos mirar, esta llanta tiene más de 2800 pinchazos. تفتكروا الراجل ده داس على ايه خلى كاوتش العجلة يتخرم الاخرام دي كلها؟ بقاله سنة بيحوش في البتاعة دي، وجه الوقت المناسب علشان يطلع الفلوس اللي حوشها. طلع النمل واكل كل الفلوس اللي كان محوشها يا عيني. Gonna give him a kiss. 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 My sweet turd. My sweet turd bird. Who's my precious jabby bird? Who's my precious jabby bird? Who's my precious jabby bird? وده التصرف الصحيح لما يهجم عليكم دب بالشكل ده. اهم حاجة ما تجريش، علشان لو عملت كده هيفضل يجري وراك. لازم تثبت مكانك وتفضل تعمل اصوات عالية لغاية ما يخاف ويهرب. فعلا فيديوهات غريبة. ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان اللي جاي هيكون اجمد واغرب.